بيقولك لو ولعت في الكوبايه وهي بالمنظر ده الميه مش هتقع منها والكوبايه مش هتولع للاخر. هل الكلام ده بجد؟ زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا ولعنا في الكوبايه، وكمان بيقولك لو حطينا الورقه دي على النار مش هتتحرق. زي ما انتم شايفين احنا حاطين الورقه ومهما سبناها مش هتتحرق. في الفيديو ده هتشوف 9 حاجات غريبه في الاغلب اول مره تشوفهم، فكمل معانا الفيديو للاخر لان في حاجات كتير هتعجبك. لو انا اديتك ورقه بالمنظر ده وقلت لك حطها على حاجتين كده، وعايزك تحط حاجه في النص والورقه تتحملها ومش تقع بالمنظر ده، هتعملها ازاي؟ اول حاجه هتيجي في دماغك ان الفكره دي مستحيله. هقول لك لا، ليها حل. الفكره ان احنا هنغير شكل الورقه لشكل هندسي ينفع يتحمل اي وزن يتحط عليه. والشكل ده هيكون ازاي؟ ببساطه هو ده الشكل اللي يقدر يتحمل الوزن. زي ما انتم شايفين الشكل اللي قدامكم، لو حطينا اي حاجه في النص هتتحمل الوزن عادي. طيب هل لو جربنا حاجه اتقل من كده هتتحمل؟ يعني عندي مثلا هنا الباور بانك اتقل كتير من مكعب روبيك. ايوه الورقه هتتحمل لان توزيع الضغط هنا عبقري جدا. اللي يعرف الشكل الهندسي ده موجود في ايه يقول لنا في التعليقات. طيب السؤال ده لاي حد بيتفرج علينا، ليه لما بنحط البيضه هنا بتنزل لتحت ولما بنحطها هنا بتطلع لفوق مع ان الكوبايتين ميه؟ عايزك تركز كده في الشكل. البيضه دي نزلت لتحت والبيضه دي طلعت لفوق والكوبايتين ميه. ولو انت قلت ان البيضه دي بايظه فالكلام ده مش حقيقي. فاللي يعرف ايه السبب ورا الموضوع ده يقول لنا في التعليقات. لو انا اديتك 4 عيدان بالشكل ده وبعدين قلت لك عايزك تحط عود على كل كوبايه من دول، والمفروض ان انت تحط وزن في النص والعيدان تتحمل ما تقعش بالمنظر ده، هتعملها ازاي؟ طبعا يبان الموضوع مستحيل بس الفكره اسهل مما تتخيل. تعال اما اعرفك بقى نعملها ازاي. اول حاجه هتحط العود الاولاني بالشكل ده والعود التاني بالشكل ده وتحط العود التالت بالشكل ده، والفكره كلها واللغز في العود الرابع. المفروض ان انت تجيبه من تحت بالشكل ده. زي ما انت شايف الشكل اللي قدامك ده يقدر يتحمل وزن في النص بكل سهولة. يعني لو حبينا ان احنا نحط الكوباية هتقف عادي، الموضوع اسهل مما تتخيل. ولو حبينا نحط حاجة فوق الكوباية برضه هتقف عادي. تعالوا نشيل الكلام ده ونحط حاجة تقيلة. نجرب نحط ازازة المية دي في النص ونشوف هتتحمل ولا لا. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، ازازة المية تقيلة على فكرة. يعني فكرة ان هي تتحمل ده دليل ان الشكل ده فعلا شكل هندسي عبقري جدا وينفع تحل مشاكل كتير. يعني لو انت عايز تعمل حاجة تشوي عليها بسياخ الحديد تقدر تعمل حاجة شكلها جميل جدا. لو عجبتك الفكرة جربها بنفسك وقول لنا عرفت تعملها ولا لا. لو حطينا كوباية جوه ورقة بالشكل ده وحطيناها على الشمعة الورقة مش هتولع. حد يعرف الكلام ده بيحصل ليه؟ يعني زي ما انتم شايفين الورقة فوق الشمعة والورقة مش بتولع. حد يعرف الكلام ده بيحصل ليه؟ مع العلم لو حطينا الورقة من غير الكوباية الورقة هتولع بكل سهولة. حد يعرف الكلام ده بيحصل ليه؟ فمهما سيبنا الورقة على النار الورقة مش هتولع. الفكرة فين بقى؟ الفكرة ان كل حاجة ليها درجة اشتعال، فالورقة عمرها ما هتوصل لدرجة الاشتعال طول ما الكوباية في ظهر الورقة، لانها بتمتص الحرارة، وبكده الورقة مش هتوصل لدرجة الاشتعال غير لما الكوباية توصل لأعلى درجة من امتصاص الحرارة. لو اديتك بالونة بالشكل ده واديتك معاها كوباية وقلت لك مطلوب منك ترفع الكوباية عن طريق البالونة، يعني ايه الكلام ده؟ يعني مطلوب منك تحط البالونة على الكوباية بالشكل ده وترفع البالونة فترفع معاك الكوباية. هتعملها ازاي؟ اي فكرة في البداية تبان غريبة وصعبة بس كل حاجة ليها حل. الموضوع هنا هيحصل عن طريق فرق الضغط. لو عملنا فرق في الضغط ما بين الكوباية والبالونة هنقدر نشيل الكوباية بالبالونة عادي. طيب نعمل فرق الضغط ده ازاي؟ كل اللي عليك هتجيب ورقة وتولع الورقة وتحطها في الكوباية بالمنظر ده، وبشكل بسيط جدا اول ما الورقة تقرب تطفي هتحط البالونة على الكوباية بالمنظر زي ما انت شايف بالظبط كده. زي ما انتم شايفين البالونه اتسحبت جوه الكوبايه. لو رفعنا البالونه بالمنظر ده هتشيل الكوبايه بكل سهوله. فرق الضغط اللي حصل لما الهواء بيسخن الهواء بيكبر، ولما النار طفت فالهواء بيبرد بسرعه فبينكمش فبيسحب الهواء لجوه، فعلشان كده بيحصل فرق في الضغط. طبعا لو عجبتك الفكره جربها بنفسك وقول لنا ظبطت معاك ولا لا. طيب السؤال ده برضو لكل الناس اللي بتتفرج علينا. اللي قدامنا دي كولا، ليه لما بنحط عليها شويه ميه بترجع للون الابيض تاني؟ حد يعرف الكلام ده بيحصل ليه؟ اول حاجه انا عايزك تركز معايا. هل اللي كان موجود قدامي ده
كولا فعلا ولا حاجة تانية؟ وهل اللي انا حطيته في الكوباية الصغيرة دي كان مية فعلا ولا حاجة تانية؟ فكر فيها وحاول تعرف الكلام ده حصل ازاي، ولو عرفت اكتب في التعليقات. لو انت اول مرة تشوفني فانا المبدع، بجرب حاجات غريبة واشارك التجربة معاكم، فاهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وفولو علشان التجربة الجاية اغرب. لو اديتك خشبة متثبت فيها مسمار واديتك 6 مسامير وقلت لك مطلوب منك تثبت ال6 مسامير فوق المسمار ده باي طريقة، بس ما تستخدمش اي حاجة غير المسامير دول، هتعملها ازاي؟ طبعا تبان الفكرة دي مستحيلة، يعني زي ما انت شايف كده هنثبت مسمار واحد عادي جدا، انما لو حبينا نثبت بقية المسامير هنعملها ازاي؟ الموضوع عايز فكرة بره الصندوق. فكل اللي عليك ان انت هتحط مسمار بالشكل ده ومسمار بالشكل ده، وهتعمل الشكل اللي قدامك ده بكل سهولة، وهتثبت مسمار كده زي ما انتم شايفين، ده الشكل اللي المفروض نعمله. وبعد كده هتحط مسمار اخير وتمسك المسمارين دول مع بعض بالمنظر اللي قدامنا ده. واحد هيجي يقول لي طب ازاي نثبتهم على المسمار؟ كل اللي عليك ان انت هتوزن المسمار اللي تحت على المسمار الاخير بالشكل ده. بالطريقه دي ثبتنا 6 مسامير على مسمار واحد بكل سهوله. وبرضه اللي يعرف الشكل ده مستخدم في ايه وموجود فين يقول لنا في التعليقات. ولو عجبتك الفكره جربها بنفسك وقول لنا ظبطت معاك ولا لا. طيب لو اديتك كوبايه واديتك طبق زي كده وقلت لك مطلوب منك تشيل الطبق عن طريق الكوبايه، مجرد ما تحط الكوبايه كده ترفع الكوبايه فيترفع معاها الطبق، هتعملها ازاي؟ طبيعي الفكره اللي هتيجي في دماغك ان احنا نلزق الكوبايه في الطبق، يعني اي حاجه نحطها فتلزق الكوبايه في الطبق، طبيعي هنشيل الكوبايه فهتشيل الطبق. الكلام ده منطقي جدا، بس احنا مش هنستخدم اي ماده لاصقه. اول حاجه هتعملها ان انت تحط مناديل على الطبق بالشكل ده، وهترش شويه ميه بسيطه جدا على المنديل بالشكل ده كده. وكل حاجه بنعملها ليها سبب، يعني ليه بنرش ميه وليه حطينا المناديل، كل حاجة ليها سبب. وبعد كده هتجيب شمعة، هنلزق الشمعة في الطبق بالشكل ده كده علشان نرفع الطبق عن طريق الكوباية. هنعمل فرق في الضغط وده هيحصل عن طريق الشمعة. كل اللي عليك ان انت تغطي الشمعة بالكوباية بالشكل ده، هتستنى لما الشمعة تطفي، واول ما الشمعة تطفي هيحصل حاجة لذيذة جدا وهي فرق الضغط. زي ما انت شايف المنديل هنا بيعمل زي جوان بيقفل المسام اللي ما بين الكوباية والطبق، وهتخلينا نرفع الطبق بسهولة جدا عن طريق الكوباية. ركز كده اللي حصل دلوقتي زي ما انتم شايفين. نحاول ننزله بقى بالغصب. لو عجبتك الفكره جربها بنفسك وقول لنا نفعت معاك ولا لا. بيقولك لو ولعت في الكوبايه وهي بالمنظر ده الميه مش هتقع منها والكوبايه مش هتولع للاخر. هل الكلام ده بجد؟ زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا ولعنا في الكوبايه، والمفروض على حسب العلم ان الكوبايه مش هتولع للاخر وان الميه مش هتقع من الكوبايه. زي ما انتم شايفين قدامكم المنظر ده غريب. قرب كده تعالى، مفيش ولا نقطه ميه وقعت من الكوبايه، وده شيء عجيب صراحه. يعني زي ما انتم شايفين الكوبايه وصلت لحديه حافه الميه وطفت. الفكره كلها ان الميه بتوقف النار. الميه بتوقف النار ازاي؟ البلاستيك اللي عند الميه ده اللي هو الكوبايه ما بيوصلش لدرجه الاحتراق طول ما هو جواه ميه. يعني النار هتيجي عند الميه وتقف، تيجي تقول لك بس لان البلاستيك اللي ملامس الميه مش هيحترق، لان الميه بتمتص الحراره وبتوقف النار عند النقطه دي. فعلشان كده التجربه دي تبان غريبه بس هي تجربه جميله جدا. وده كان فيديو النهارده. فلو عجبتك الافكار دي جربها بنفسك وقول لنا ايه اللي ظبط معاك وايه اكتر فكره عجبتك في الفيديوهات دي. يلا سلام.